طلاب الصف الاول الاعدادي. النهارده هنتكلم على التعدين والطاقه في افريقيا. اول حاجه لازم تعرفها ان افريقيا عندها ثروه معدنيه هائله، عندها معادن كتير، بس للاسف هي مش متوزعه على القاره بنفس التساوي. قاره افريقيا عندها معادن كتير وفي دول ما عندهاش معادن. كل القارات في العالم عندها دول فيها معادن وعندها دول ما فيهاش. افريقيا تمتلك ثروه كبيره من المعادن اكتر من قارات تانية، لكن مش مستغله صح. قاره افريقيا عندها مصادر طاقه لكن مش كتير، يبقى احنا عندنا معادن كتير في افريقيا مش متوزعه على كل دول القاره بالتساوي. عندنا مصادر طاقه لكن مش كتير بنسبه المعادن. لو جينا قارنا بافريقيا بدول العالم من حيث التقدم الصناعي هنلاقينا لا متاخرين. لا متاخره صناعيا. بس الامم المتحده ليها راي تاني. الامم المتحده بتقول لك ان افريقيا بدات العقد الثالث في الصناعه، يعني بدات تتطور في الصناعه من 2016. احنا عارفين ان افريقيا حاطه اجنده 2063. اجنده 2063 هدفها في الاخر كل الحاجات الحلوه اللي احنا قلناها، ان هي تبقى عندها اكتفاء ذاتي في الزراعه، تبقى متقدمه صناعيا، ما تلوثش المناخ، الحاجات اللي احنا قلناها على مدار السنه كلها. طيب اجنده 2063 افريقيا بتحاول تحققها، وده معناه ان هي هتستغل كل المعادن اللي عندها، مش هتصدرها كمان داخليا، وده هنقوله واحده واحده في الدرس. يبقى انا دلوقتي قلت لك ان افريقيا بتحاول تستثمر المعادن بس استثمار مستدام. افريقيا عندها معادن متوزعه على دولها بتوزيع غير متعادل، يعني مش كل الدول عندها معادن زي بعض. افريقيا عندها مصادر طاقه لكن مش كتير. الامم المتحده بتقول ان افريقيا بتحرز تقدم في الصناعه بدايه من 2016. افريقيا نفسها عامله اجنده عشان تحقق الاستثمار الامثل لمعادنها ومصادر طاقه. لو جينا اتكلمنا على المعادن، فالمعدن او التعدين، عمليه التعدين بتدخل لافريقيا دخل مهم جدا. افريقيا انا قلت لك ان عندها معادن كويس، بتستخرج المعادن من قاره افريقيا وبتصدرها للاسف كماده خام. معظم المعادن في قاره افريقيا بتتصدر كماده خام، ودي مشكله، وانا هقول لك ليه دي مشكله. انا دلوقتي عندي معادن المفروض بخرجها، اصنعها واستغلها. انا بقى بعمل ايه؟ انا دي اللي هو افريقيا او معظم الدول يا ستي تاخد المعادن تصدرها لدوله اوروبيه، ما هي بترجع تستوردها منها متصنعه بفلوس اكتر، يعني اللي انا بكسبه بدفع عليه عشان بس اسد حاجتي. فدي طبعا غلط، طبعا غلط. طب واحنا ليه ما نصنعهاش؟ عشان احنا متاخرين صناعيا. مش احنا تعرضنا لفتره احتلال كبيره؟ الاستعمار ده كان لما قلنا ايام محمد علي والكلام ده، الاستعمار ده استغلنا عشان ايه؟ الموارد. عشان ياخد المعادن دي، فطبيعي هو لازم يخليك ما تعرفش تصنع عشان هو يعرف ياخد المعادن بتاعتك. وهنناقش ده بالتفصيل. طب اي مكان في العالم عشان يبقى فيه تعدين لازم تتوفر فيه شويه مقومات. تتوفر فيه شويه ايه؟ مقومات طبيعيه ومقومات بشريه. المقومات الطبيعيه للتعدين: الموقع الجغرافي، نوع الصخور، حركه القشره الارضيه، والاحتياطي من المعدن. 4 مقومات طبيعيه. اول حاجه الموقع، المكان بتاع المعدن، زي ما انا لسه قايله لك ممكن تبقى معادن موجوده بس مكانها مش مناسب فانا ما بستغلهاش. كل ما المعدن ده كان قريب من اماكن وجود الناس، التركز السكاني، سهل استخراجه، لان انا بحتاج عمال. فانا المعدن قريب من مكان وجود السكان هعرف استخرجه، هعرف استغله. طب المعدن البعيد صعب استغلاله. عندك مثال على كده؟ ممكن يجي يقول لي دلل. هقول لك في جبال البحر الاحمر في حديد، بس جبال البحر الاحمر منطقه سطحيه، منطقه السطح بتاعها وعره، جبال ما فيهاش سكان، ما بستغلوش رغم انه معدن وانا محتاج المعدن، بس مش هستغله. ليه؟ صعب جدا اعمل وسائل نقل، صعب جدا انقل اماكن للسكان هناك، فمش هستغله. يبقى ايه العلاقه بين الموقع الجغرافي وعمليه التعدين؟ كلما كان موقع التعدين قريب من مناطق التركز السكاني والصناعي سهل استغلاله. اديني دليل على اماكن معادن مش مستغله. خام الحديد في جبال البحر الاحمر بيصعب استغلاله علشان صعوبه اتصال وسائل النقل ونقل العمال. خش على العامل الثاني، نوع الصخور. هي المعادن مش موجوده كده وخلاص اعتباطا، يعني
في كل نوع صخور بيتحدد حسب المعدن. يعني الصخور النارية المتحولة فيها ذهب، نحاس، ماس. الصخور النارية المتحولة دي انت عارف ان باطن الارض المعادن والصخور من كتر السخونية ليكويد، سايلة. بس لما بيبقى فيه بركان وبيطلع من باطن الارض المعادن والصخور دي وتشم سطح الارض بتتجمد، فتعمل صخور نارية متحولة. انت بقى كل ده مالكش دعوه بيه ولا مش عليك. انت عندك تعرف انواع الصخور، في صخور ناريه متحوله وصخور رسوبيه. الصخور الناريه المتحوله بيتركز فيها معدن ذهب، نحاس، الماس، الالماس، ذهب، نحاس، الماس. الصخور الناريه المتحوله فيها ايه؟ نحاس، الماس. الصخور الرسوبيه فيها فوسفات وجبس. الصخور الرسوبيه فيها فوسفات وجبس. طب تعال نشوف بقى حركه القشره الارضيه. في معادن موجودة، هتلاقي المعادن موجودة في مكان ومش موجودة في مكان. بأمارة ما أنا قلت لك في دول في القارة الإفريقية عندها معادن كتير ودول تانية ما عندهاش معادن. الدول دي الصخور بتاعتها كان فيها حركة في القشرة الأرضية، فتقوم المعدن يتركز في العروق اللي بين الصخور، في الأماكن اللي الشقوق اللي موجودة في الصخور. يبقى حركة القشرة الأرضية بتساعد على تركز المعادن في الشقوق على شكل عروق أو تكوينات مائلة. تاني، ايه حركة القشرة؟ طب ما الصخور بتاعت الأرض كلها اتحركت، في أماكن كتير بارزة كان فيها على مر السنين شقوق، ده ساعد على تركز المعادن في أماكن الشقوق. تركزت المعادن في أماكن على شكل عروق أو تكوينات مائلة زي عروق الذهب الموجودة في القشرة الأرضية. طيب تعالى نتكلم على احتياطي المعدن. ايه احتياطي المعدن ده؟ مش انت تقول لك مثلا ساعات نسبة الحديد مثلا في مصر مثلا يعني دي نسبة وهمية 18%، المستغل منه قد كده والاحتياطي اللي الدولة سايباه للأجيال القادمة قد كده. النسبة بقى هامشية 10%، 7%. يبقى الجدول الاقتصادي بتاع الدولة استغلال المناجم، أنا عندي حديد 80%، ممكن استغل 50% واشيل 30% للأجيال القادمة. يبقى اقتصاد الدولة هيحدد استغلاله للمعدن على حسب نسبة الاحتياطي. يعني أنا هقدر المعدن الكمية المتوفرة قد إيه؟ موجود مثلا موجود بكمية كبيرة، يبقى اقتصادي هينمو أكتر استغلالا لهذا المعدن. ليه؟ عندي كمية كبيرة هاخد منه حبة كتير وأشيل باقي. يبقى اقتصاد الدول، الاقتصاد بيتحدد على حسب كمية الاحتياطي بتاع المعدن. طب لو المعدن ده حبة صغننين، كميته ضئيلة يعني حبة صغيرين، لا مش هستغله بنسبة كبيرة. يبقى الكميات الضئيلة هيبقى استغلالها اقتصاديا محدود. يبقى كمية المعدن لما تبقى احتياطيها كبير هتبقى الجدوى من استغلالها اقتصاديا في الدولة كتير. طب لو كمية المعدن دي يا معز صغيرة، استغلاله هيبقى ضئيل أو محدود. خلاص؟ طيب خش على اللي بعده، المقومات البشرية. أنا كده خدت 4 مقومات طبيعية، ركز معايا. المقومات الطبيعية: موقع نوع الصخور، حركة الصخور، والاحتياطي. موقع نوع صخور، حركة الصخور، والاحتياطي. المقومات البشرية بقى، قول والله لا انت قايل يا شيخ. موقع نوع صخور، حركة حركات بطنية، حركة الصخور. والاحتياطي بقى، طب محوش قد ايه؟ لو انت محوش 1000 جنيه، انا بقى الخروجه دي على مزاجي انزل اصرف لي 500 جنيه. طب لو انت خيبه ومحوش 20 جنيه بس، هتنزل تصرف 5 جنيه والباقي هتخليه، ما انت معكش فلوس. هو ده اقتصاد الدوله. اعمل صناعات تقيله كتير لو انا عندي معادن كتير، احتياطي بتاعي كتير، فاستغل واعمل نشاط اقتصادي واستثمر. ما عنديش احتياطي، لا الاستخدام هيبقى ضئيل او محدود للمناجم. تمام. خش على المقومات البشريه. المقومات البشريه احنا اللي بنعملها، فاكيد العمال، الايد العامله، وسائل النقل، راس المال، والتقدم التكنولوجي. عمال، مال، نقل، وتقدم تكنولوجي. عمال، مال، نقل، وتقدم تكنولوجي. عمال، مال، نقل، وتقدم العمال. يعني هو اساس كل حاجه العمال اللي هتشتغل. الايدي العامله لازم تكون عندها كفاءه، تكون متدربه، مهاره، علشان تحسن استغلال المعادن. يعني كل ما كفاءه العمال زادت هيحصل ايه؟ الانتاج هيزيد.
كلما زادت كفاءة العمال حققنا إنتاجية عالية. كل ما زادت كفاءة هنحقق إنتاجية عالية. طيب وسائل النقل، المنجم ده كل ما كان فيه وسائل نقل سهلة أو أنا يسرت فيه وسائل النقل هيسهل استخراج المعادن ويسهل نقل المعادن للمصانع. على أساس إن إحنا مش هنصدر بقى، إحنا هنصنع، واوعى وشك بقى هنبقى قارة مفيش منها اتنين. خلاص، كل ما وفرت وسائل نقل وسهل نقل المعدن من مكان استخراجه للمصنع أو لمكان التصدير هتتقدم القارة. على فكرة وسائل النقل مهمة في حاجتين، في نقل المعدن ونقل العمال. وسيلة النقل ضرورية لنقل المعدن ونقل العمال. هنقل المعدن يا للمصنع يا لمكان التصدير، وهنقل العمال لمكان التعدين. طيب السؤال اللي بعد النقطة اللي بعدها رأس المال. الفلوس اللي هتجيب آلات ومعدات للتعدين، الفلوس اللي هتدفع أجور العمال، الفلوس اللي هتيسر وسائل النقل وتنقل العمال، صح؟ بما تفسر يتطلب التعدين رأس مال ضخم. شراء المعدات، تمهيد الطرق، تأسيس البنية التحتية، ودفع أجور العاملين. انتوا عارفين يعني ايه بنية تحتية ولا عبط؟ عبط. طيب البنية التحتية بيوت تحت الأرض؟ لا طبعا. البنية التحتية طرق، كباري، مواصلات واتصالات، صرف صحي، كهرباء. البنية التحتية يعني أساس الدولة. أساس الدولة إن يبقى فيه إنترنت ووسائل اتصال تيسر لك الاتصال بكل العالم، فتشجع المستثمرين إنهم يعملوا مصانع عندك يعني وإنت نفسك تعرف. شبكة الاتصالات، الطريق، شبكة الصرف الصحي، شبكة الكهرباء، الكوبري والنفق اللي هينقل بسرعة المعدن أو المادة الخام للمصنع، اللي هينقل العمال بسرعة لمركز التعدين أو للمصنع. البنية التحتية مش معناها إن هي تحت الأرض، معناها إنها أساس كل حاجة، أساس الصناعة، أساس الاستثمار. يعني خلاص، يبقى رأس المال مهمة للمعدات، الطرق، البنية التحتية، دفع أجور العمال. تعالى بقى للتقدم العلمي والتكنولوجي. وأنا شايفة إن التقدم العلمي والتكنولوجي مهم مهم مهم. ليه؟ قولي لي ليه؟ ما هو أنا لما يبقى عندي وسائل علمية حديثة هعرف أدور على أماكن المعدن وأوصل لها بسهولة. هعرف أستخرج المعدن من غير ما أهدر في المعدن وأطلعه بكفاءة كويسة، صح؟ هعرف أقدر الاحتياطي اللي في باطن الأرض، صح؟ عشان على أساسه أعرف أنا هستثمر إزاي. التقدم العلمي والتكنولوجي قلت لك إن هو مهم علشان هو اللي هيقدر لي نسبة الاحتياطي بتاعة المعدن إيه، فأعرف أستغل قد إيه. هو اللي هيحدد لي أصلا المعدن موجود فين. أنا لما استخرج المعدن بوسائل تكنولوجية حديثة هحافظ على المعدن وهمنع الهدر اللي بيحصل في المعدن وأدرس كيفية استغلاله مظبوط. يبقى أنا زي ما قلت لك أنا شايفة إن التقدم العلمي والتكنولوجي ده مهم جدا جدا جدا، وعشان كده ولاد الدول المتقدمة بتوفر نسبة من دخلها بس للبحث العلمي، بحث علمي في الزراعة، بحث علمي في المعادن، بحث علمي في الصناعة، عشان تعمل وسائل تكنولوجية حديثة تعرف تستغل بيها المعادن دي. طيب أنا دلوقتي خدت زي ما قلت لك العوامل الطبيعية والعوامل البشرية لعملية التعدين، 4 طبيعي و4 بشري. حلو الكلام. تعالى بقى ناخد المعادن اللي موجودة في أفريقيا وكميتها. خلاص، أنا هقسم المعادن معادن أساسية، معادن خفيفة، ومعادن نفيسة غالية، ومعادن استراتيجية ونووية، ومعادن كيميائية. يبقى أنا عندي كم نوع من المعادن؟ 5. الله ينور عليكي. معادن أساسية، أساس الصناعة، معادن تقيلة، معادن نفيسة نووية استراتيجية، ومعادن كيميائية. أساسية، تقيلة، نفيسة، نووية واستراتيجية وكيميائية. أنا عايزة أسمع صوتكم. أساسية خفيفة، أساسية خفيفة، أساسية خفيفة، أساسية خفيفة، استراتيجية ونفيسة وكيميائية. طيب المعادن الأساسية حديد ونحاس وكروم. هقولك، خلينا الأول نبدأ بالحديد. الحديد ده أول معدن الناس عرفته على الأرض، فده مهم جدا جدا جدا. بيدخل في صناعة الحديد والصلب.
كل وسائل النقل. اللي يهمني بقى انا عاملاهم لكم في الجدول، في الورق بجدول، لو عايزين تبصوا معايا في الورق واحنا بنشتغل. الحديد مهم جدا علشان هو اول معدن اتعرف على الارض. الحديد بيدخل في صناعه الحديد والصلب، كل وسائل المواصلات. انتاج القاره منه بقى، افريقيا بتنتج 4% منه بس، ومعظم الانتاج ده بيتصدر للخارج. اكتب بايدك ملحوظه كده فوق الحديد انه اقل معدن موجود في افريقيا. يا عيني ده اقل واحد موجود في قاره افريقيا. طب اكتر دوله بتنتجه في افريقيا جنوب افريقيا. اولى دول افريقيا انتاجا للحديد دوله جنوب افريقيا. طيب تعالى خش على النحاس. النحاس بنصنع منه ايه؟ النحاس بنصنع منه صناعات كهربائيه، الكترونيات، اسلاك الكهرباء. ده النحاس ده حاجه جامده جدا، وافريقيا موجود منه فيها 15.7% احتياطي، او المخزون بتاع افريقيا 15.7% من الانتاج العالمي. كل اللي انا بقوله لك ده على فكره انتاج عالمي. يعني الحديد 4% بالنسبه للعالم، 15.7% بالنسبه للعالم، بس الحديد هو قال لي الدوله بتاعته جنوب افريقيا. خش على الكروم. الكروم ده معدن بيساعد، بيدخل مع الحديد في صناعه الحديد والصلب. خلاص، وكمان بيدخل في صناعه الطوب الحراري. يبقى الكروم معدن بيساعد في صناعه الحديد والصلب وصناعه الطوب الحراري. الكروم بقى نص انتاج العالم في افريقيا. نص الانتاج العالمي، اكتبها ازاي في الجدول. انتاج القاره يعني نص الانتاج، اكتر من نص الانتاج، اكتر من 50% بتاع افريقيا. بس دي حاجه حلوه جدا على فكره. في حاجات تانية 50%، لما نيجي للالماس والحاجات دي هقول لك 50%. الكروم اكتر من نص الانتاج. اولى الدوله في العالم، اكتر دوله في العالم كله بتنتج الكروم جنوب افريقيا، موجوده عندنا. ده معدن ايه؟ الكروم. يبقى انا خلي بالك قلت لك الحديد افريقيا اقل واحده، وموجود في جنوب افريقيا، هي الاولى بتاعتنا. الكروم افريقيا اكتر واحده، وبرده دوله جنوب افريقيا هي اللي بتتصدر انتاجه. دي كده المعادن الاساسيه اللي بتخش في كل الصناعات، اللي هتجيبيها كده هتستخدميها، هتجيبيها كده مش هتستغني عنها. خلاص، خشي على المعادن الخفيفه. المعادن الخفيفه البوكسايت. معنى كلمه خفيفه اولاد انها خفيفه في تصنيعها، في تشكيلها الصناعي. طب لما هي خفيفه في صناعتها بقى كده، يعني انا ممكن اصنعها بسهوله؟ لا، شوفي، مش هي خفيفه في تشكيلها، لكن المقومات اللي هستخدمها عشان اشكلها مش موجوده في افريقيا. اقول لك معلومه مش عليكي في المنهج بس عشان تعرفي. البوكسايت ده اللي احنا بنصنع منه الالومنيوم. حلو الكلام، دي سهله، دي عندنا وعارفينها. عشان احول البوكسايت لالومنيوم انا محتاجه كهرباء جامده جدا، طاقه كهربائيه، محتاجه عماله تكون على اعلى مستوى من التعليم، وسائل تكنولوجيه حديثه، وسوق بقى صنع وبيع، ضيع. واحنا ما عندناش اي حاجه، ولا عندنا كهرباء. ده احنا لسه بنتعلم الف ب توليد الكهرباء من الشمس وتوليد الكهرباء من الرياح والحاجات دي. ما عندناش يا معلم، احنا عالم فقيره. فطبعا الكميه بتاعت البوكسايت الحلوه اللي عندنا دي بناخدها نديها لامريكا، نديها لاستراليا، اي اليابان، اي حد عايز يصنع خد صنع، واحنا بنطلع بس. خلاص، يبقى البوكسايت معدن خفيف في تشكيله. البوكسايت مهم جدا عشان اصنع منه خام الالومنيوم وصناعات تانية كتير زي الطيارات والعربيات. افريقيا بتنتج منه اكتر من ربع الانتاج. قول ربع، سيبك، اكتر، ربع الانتاج العالمي يا سيدي بتنتج من دوله غينيا. اوعى تتلخبط بين غينيا وغانا، ماشي؟ انتاج افريقيا من البوكسايت غينيا. خلاص، بوكسايت فيها يه وغينيا فيها يه، يبقى انتاج افريقيا من البوكسايت من دوله غينيا. دي اولى دول افريقيا في انتاج البوكسايت. وده بس اللي انا هاخده من المعادن الخفيفه. تعالى بقى على المعادن النفيسه. المعادن النفيسه زي الذهب والماس. الذهب قول لي بنصنع منه ايه من غير ما اقول لك. الحلي
مجوهرات. الحلي بندخل في أدوات صناعة. الزينة. ماشي، ما هي الحلي بنصنع منه بعض، داخل في علاج الادويه، علاج الكانسر اصلا بجزيئات الذهب، خلي بالك. وبعض الصناعات الكيميائيه. يبقى الذهب حلي، علاج، صناعات الكترونيه، بيدخل في التليفونات، اجزاء من التليفونات لازم فيها حتت من الذهب. خلاص. احنا كمان بننتج منه ربع الانتاج. يبقى انت خدت 2 لحد دلوقتي ربع الانتاج. واحد ازيد من بوكسايت، واحد ازيد من الربع وواحد ربع. البوكسايت والذهب. لا، واحد ازيد من النص. والازيد من النص ده طبعا اللي هو الكروم، ده احنا معديين فيه، محدش هينافسنا. طيب، اكتر دولة بتطلع ذهب او منتجة للذهب دولة غانا. النفيسة الالماس. الالماس بيدخل في صناعة المجوهرات وبعض الصناعات الثقيلة. الالماس افريقيا الاولى عالميا في انتاجه. انت مع الكروم، يبقى انت خدت الكروم وخدت الالماس، لاننا برضو بننتج اكتر من نص الانتاج العالمي، ويطلع من دولة باتسوانا. هنوزع على فكرة الدول دي على الخريطة، اسمها باتسوانا. انا مش عارفة منطقها بالايه صح ولا لا، عشان هي برضو مش عربي قوي يعني، بس احنا هنقولها كده العربي بتاعنا بقى، ملناش دعوة بحاجة تانية. خلاص. عندك الكروم في جنوب افريقيا والالماس في باتسوانا. خش على المعادن الاستراتيجية. المعادن الاستراتيجية والنووية زي الكوبالت واليورانيوم. استراتيجية كوبالت ونووية يورانيوم. ايه الكوبالت بقى ده؟ الكوبالت ده المعدن اللي بنعمل منه بطاريات التليفونات، العربيات، أجهزة إلكترونية كتير بيدخل فيها الكوبالت. بيدخل البطارية بتاعته من الكوبالت، عربيات بالكهرباء، أي حاجة بطارياتها من الكوبالت. خلاص؟ طيب، أفريقيا بتنتج منه 3/4 الإنتاج العالمي. أحلى من الكروم والألماس. 3/4 الإنتاج العالمي بيطلع منين بقى يا معلم؟ من دولة الكونغو الديمقراطية. خلي بالك، الأولى عالميا في إنتاج الكروم كانت دولة جنوب أفريقيا. دلوقتي بقول لك على الكوبالت، الكونغو الديمقراطية في العالم، مش في أفريقيا بس. خش على اليورانيوم. اليورانيوم المعدن اللي بيتعمل منه الطاقة النووية. احنا عندنا في أفريقيا الإنتاج بتاعنا 17% من الإنتاج العالمي. اليورانيوم زمان أولاد اتعملت منه طاقات، حاجات مضرة زي القنابل والحاجات اللي دمرت العالم. دلوقتي احنا بنستخدمه في توليد الطاقة الكهربائية، يعني دلوقتي بنستخدمه كطاقة سلمية نظيفة. تمام. أهم الدول المنتجة لليورانيوم دولة ناميبيا. أولى دول أفريقيا ناميبيا. أنت هتحفظ الدول دي وبأماكنها على الخريطة. خلاص؟ طيب، يبقى أنت عندك الكوبالت طلعناه من الكونغو الديمقراطية، اليورانيوم من ناميبيا، اليورانيوم 17% بس. المعادن الكيميائية زي الفوسفات. الفوسفات دي مادة موجودة عندنا منها كتير على فكرة. بنصنع منها إيه؟ بنصنع منها الأسمدة، المبيدات الحشرية، المنظفات. خمس الإنتاج العالمي من أفريقيا. خمس الإنتاج العالمي. أولى دول أفريقيا المغرب. تاني دولة على مستوى العالم المغرب. يبقى الأولى إفريقيا والتانية عالميا في إنتاج الفوسفات المغرب. الأولى إفريقيا والتانية عالميا إنتاج معدن إيه؟ الفوسفات. طب الأولى في العالم في إنتاج الكوبالت كونغو الديمقراطية. والأولى في العالم في إنتاج الكروم جنوب أفريقيا. يبقى أنت هتصنف دول أولى عالميا ودول أولى إفريقيا، ومعانا بقى المغرب الثانية في العالم. إحنا كده خلصنا الجزء بتاع المعادن. يلا بينا بقى نكمل ونشوف مصادر الطاقة. الجزء الثاني من الدرس مصادر الطاقة. قارة أفريقيا زي ما أنا قلت لك في أول الدرس خالص، مصادر الطاقة يعني هي مش أشطر واحدة ولا أحلى واحدة عندها أكتر واحدة عندها مصادر طاقة، بس إحنا هنقسم مصادر الطاقة لمصادر طاقة أحفورية ومصادر طاقة متجددة. إيه موضوع الأحفورية دي؟ الأحفورية دي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. مثل الأحفورية بنجيبها من باطن الأرض؟ بنجيبها من باطن الأرض. هي بتبقى مواد نباتية وحيوانية قعدت في باطن الأرض سنين كتير فتحولت لمصادر طاقة. بتديني عند احتراقها مصادر طاقة. يعني أنا أخدها من باطن الأرض أحرقها تديني مصادر طاقة. بس في مشكلة صغننة كده،
ان وانا بحرقها عشان اخد مصادر الطاقه بتطلع لي كميه كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون بيلوث الهواء. فطبيعي دي الطاقه الاحفوريه احد العوامل الكبيره اللي بتلوث البيئه. يبقى الطاقه الاحفوريه احنا ممكن نزرع نباتات جنب الحاجات دي تاخد تمص طب ما انت بقى طالع عندك جديد، بدل ما تزرع نباتات تمص التلوث في طاقة خضراء. ان بعض النباتات في دول العالم المتقدمة بتستخدم كوقود. طب ما بدل ازرع نبات واخد مصدر طاقة يلوث والنبات يمص، وخلي بالك مصدر الطاقة ده مهدد بالانقراض ومش موجود بكمية كبيرة. طب ما انا اريح دماغي واريح البيئة واعمل حاجة مستدامة تحافظ على البيئة من التلوث، مصدر طاقة مستدام. ايه رأيك؟ فكرة احسن. طب خليني معاك واحدة واحدة عشان هوصل في الاخر النقطة اللي انت قلتها. مصادر الطاقة الأحفورية دي طاقة ناتجة عن حرق مواد نباتية وحيوانية بخرجها من باطن الأرض. كميتها محدودة، وعند احتراقها بتنتج كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون اللي بيلوث الهواء. يعني دي طاقة بتيجي من حرق من المواد النباتية والحيوانية، وعند احتراقها بتخرج كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. الفحم ده بقى الباب الكبير، أول واحد إحنا عرفناه، وكانت بتقام عليه الصناعة في أوروبا قبل ما توصل لنا أصلا الصناعة. بس إيه رأيك إن الفحم أكتر واحد في الثلاثة بيلوث؟ يعني الفحم أقدم مصادر الطاقة وأكثرهم تلوث. بس الفحم مصدر رئيسي للطاقة في معظم دول أفريقيا. أكتر دولة بتنتج فحم دولة جنوب أفريقيا. أكتر دولة بتنتج فحم دولة جنوب افريقيا. يبقى بص كده، أول حاجة في الواجب هتعملها لي في السكتش، أنت هتكتب الدول وكل دولة بتنتج إيه. خلاص؟ طيب البترول. البترول مصدر طاقة مهم جدا. البترول مسؤول عن اقتصاد الدول ومسؤول عن العلاقات السياسية بين الدول. يبقى أهمية البترول هو بيؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات بين الدول. البترول بيأثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات بين الدول. بص على الدول المنتجة للبترول في أفريقيا. 80%. نيجيريا هقول لك إن هو إنتاجه 80%، بس الدول بتاعته نيجيريا، الجزائر، أنجولا، ليبيا، مصر. أنا بحب أحفظ الدول بالترتيب. ماشي؟ تاني: نيجيريا، الجزائر، أنجولا، ليبيا، مصر. نيجيريا، الجزائر، أنجولا، ليبيا، مصر. أفريقيا بتنتج منه 80%. أفريقيا بتنتج منه 80%. طيب الغاز الطبيعي أقل واحد فيهم تلوث، يعني هيعتبر أنظف مصادر الطاقة، سهل النقل، نظيف، وكمان رخيص الثمن. الغاز الطبيعي نظيف، سهل النقل، رخيص الثمن، وبرضو أفريقيا بتنتج منه 80%. أفريقيا بتنتج منه 80%. مين بقى؟ الجزائر ومصر ونيجيريا. جزائر، مصر، نيجيريا. جزائر، مصر، جزائر، مصر، نيجيريا. بس كده يا معلم. دي الطاقة الأحفورية. يلا بينا على مصادر الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة: طاقة الشمس، طاقة المية، الطاقة الكهرومائية، والطاقة الكهرباء من الرياح. شمس ومية ورياح. الطاقة المتجددة شمس ومية ورياح. ورياح. بص يا سيدي، طاقة الشمس مناسبة جدا في أفريقيا. الموقع الفلكي بتاع أفريقيا بيخليها تتعرض لمعدلات شمس كتير. احنا عندنا سرطان وجدي واستواء، طول السنة عندنا شمس يا معلم. اعمل مولدات وولد الكهرباء من الشمس، هتغرقنا ونعمل مصانع ونعمل كل حاجة. بس طبعا بحث علمي، ما عندناش احنا بقى بحث علمي. خلاص؟ يبقى الطاقة الشمسية علاقتها بأفريقيا، الموقع الفلكي لأفريقيا بيجعل أفريقيا تتعرض لمعدل إشعاع شمسي كبير سنويا، وده بيخليها تستفيد من الشمس بنسبة أكبر. أهم الدول اللي بتولد الكهرباء من الشمس: مصر، جنوب أفريقيا، المغرب. مصر وجنوب أفريقيا والمغرب. دي الدول اللي استفادت من الطاقة الشمسية. الطاقة الكهرومائية بقى: طاقة الكهرباء من المية اسمها طاقة كهرومائية. وإحنا خدنا إن إحنا في أفريقيا عندنا نهر النيل، نهر الكونغو، نهر النيجر، نهر أورنج، نهر الزمبيزي،
ونهر الليمبوبو، خدنا كميه انهار. الانهار دي والشلالات هنعمل منها ايه؟ هنولد طاقه كهرومائيه. يبقى افريقيا اولى الدول اللي بتتصدر انتاج الطاقه الكهرومائيه بسبب توافر مساقط الانهار. اولى القارات اللي بتتصدر انتاج الطاقه الكهرومائيه بسبب توافر مساقط الانهار. توافر مساقط الانهار. مش احنا خدنا ان عندنا انهار؟ النيل والكونغو واورنج وزمبيزي والنيجر، وفي غيرهم على فكره احنا خدناه، بس كل دي عندها مساقط انهار، يبقى هنولد الكهرباء من الميه. عندك دوله اثيوبيا، دوله جنوب افريقيا، وطبعا مصر. اثيوبيا وجنوب افريقيا ومصر، مش احنا عندنا السد العالي وبنولد طاقه كهربائيه؟ ده حاجه معروفه. تعال نخش على طاقه الرياح. افريقيا عندها رياح بشكل دائم، يعني شمال وشرق وجنوب افريقيا بتتعرض بشكل دائم ومستمر للرياح، فدي اماكن اكتر مناسبه لاقامه مشروعات الرياح. ليه؟ بما تفسر الشمال والشرق والجنوب اكتر مناسبه في افريقيا لمشروعات الرياح بسبب هبوب الرياح بسرعه مناسبه. في رياح كتير بشكل مناسب ومنتظم يخليني اعمل مشروعات توليد الشمس من توليد الكهرباء من الرياح. اهم الدول مصر والمغرب وجنوب افريقيا. اهم الدول اللي عملت مشروعات لانتاج الكهرباء من الرياح مصر والمغرب وجنوب افريقيا. طيب فاضل لي جزء الثالث في الدرس، الصناعه. الصناعه في افريقيا، الصناعه محتاجه مواد خام ومصادر طاقه، ودي تبقى اسمها مقومات طبيعيه للصناعه، المواد الخام ومصادر الطاقه. والمقومات البشريه اكيد ايد عامله، اسواق، وطبعا وسائل النقل. العوامل اللي بتؤثر على قيام الصناعه مقومات طبيعيه ومقومات بشريه. اهم حاجه طبيعيه ان يكون عندي ماده خام ويكون عندي مصدر طاقه هعمل المصنع. محتاجه ايه بقى؟ بشر، محتاجه عمال، محتاجه راس مال، محتاجه اسواق. طيب الصناعه في افريقيا نوعين، صناعه استخراجيه وصناعه تحويليه. احنا قلنا ان الصناعه نوعين، الصناعه الاستخراجيه زي التعدين، زي قطع الاخشاب، زي الرخام والجرانيت، وزي صناعه الزيوت. يبقى الاستخراجيه ان انا استخرج الزيت من البذره، ان انا استخرج المعدن من باطن الارض، ان انا اقطع الخشب ومن الشجر واوديه المصنع، ان انا اطلع الرخام والجرانيت، ده كله استخراج. انا باخد الحاجه من الخام عشان اوديها المصنع. الصناعه الاستخراجيه تعدين اخشاب، رخام، جرانيت، وزيوت. تعدين اخشاب، رخام، جرانيت. تعالى بقى للصناعه التحويليه. الصناعه التحويليه في منها الخفيف السهل وفي منها التقيل اللي بياخد مجهود. الخفيف السهل زي الاكل واللبس، غذائيه ومنسوجات، غذائيه ومنسوجات. وطبعا مصر بتاتي في مقدمه الدول الافريقيه. بس خليني اقول لك معلومه خليها كده ايه في دماغك، كل الصناعات الخفيفه مش بتجيب فلوس زي الصناعات التقيله. يعني اللي يعمل تقدم الدولة ونهضة القارة وأجندة 2063 والحاجات الحلوة جدا طبعا الصناعات التقيلة اللي أنا بعتمد عليها إن أنا أخدها من بره. الصناعات التقيلة بقى كيماويات، مطاط، تكرير بترول، صناعات معدنية. كل الصناعات المعدنية ودي كتير جدا. صناعات كيميائية، مطاط، تكرير بترول، صناعات معدنية، ودي موجودة في عدد. تكرير البترول ده عندنا على فكرة موجود منه بس مش كتير. البترول أصلا كمادة ليكويد بوديه أطلع منه مشتقات كتير جدا، بنزين، السولار، والمازوت، وخامات البلاستيك والفضلات، بنعمل منها حاجات كتير قوي. يعني البترول بيخش مصنع يعدي كده في أنبوبة ويطلع منه 50-60 حاجات كتير جدا وكلهم مهمين. خلاص الدول اللي فيها الصناعات التقيلة في أفريقيا مش كتير. جنوب أفريقيا، مصر، غانا، الجزائر. جنوب أفريقيا، مصر، غانا، الجزائر. وحتى دول يعني مش جامدين قوي برضو على قدهم في الصناعات التقيلة. طيب أنا قلت لك إن إحنا في أول الدرس خالص قصاد العالم مش متقدمين، لكن لما بقارن أفريقيا بنفسها من 50 سنة لا أفريقيا بتتقدم. لكن أفريقيا قصاد أوروبا لا أفريقيا مش متقدمة، بس إحنا بنحاول، عندنا أجندة حاطينها عشان نعمل التقدم والنهضة المستدامة. بس في مشكلات زي ما خدنا مشكلات للزراعة ومشكلات للرعي، في مشكلات في الصناعة.
زي ان مثلا الدول ما عندهاش بنيه تحتيه حنين، اللي احنا قلنا عليها البنيه التحتيه. الدول ما عندهاش شبكات اتصالات وشبكات نقل. في دول فيها حروب وصراعات وثورات. الدول الافريقيه ما بتهتمش غير بالصناعه الاستهلاكيه عشان تحقق المكسب السريع، اللي هو صنع اقلب بيع هات فلوس. مكسب سريع لكن قليل، ودي المشكله. عدم اهتمام الدول بالصناعات التقيله وبتهتم بالصناعات الاستهلاكيه. يبقى ما فيش بنيه تحتيه، في عدم استقرار سياسي وصراعات. الاهتمام بالصناعات الاستهلاكيه. ضعف التعاون الاقليمي بين الدول العربيه. لو الدول الافريقيه دي عملت اتحاد زي الاتحاد الاوروبي وحمت نفسها من الجمارك ورخصت السلع مع بعض وتعاونت، هنبقى متقدمين جدا. لان زي ما انا برضو قلت لك، في دول عندها معادن كتير ودول عندها معادن قليل ودول عندها مصادر طاقة. فالدول دي لو عملت اتحاد هنعمل تقدم ونهضة صناعية. يبقى تاني، ضعف البنية التحتية، الصراعات السياسية والحروب، عدم الاهتمام سوى بالصناعات الاستهلاكية السريعة، ضعف التعاون الإقليمي بين الدول الإفريقية، تصدير المعدن بصورة خام واشتراؤه مصنع بأسعار غالية، نقص رؤوس الأموال، عندناش رؤوس أموال، ما عندناش بحث علمي في مجال الصناعة، وده بيؤدي إلى الاعتماد على الشركات الأجنبية. دول كده يدمروا أحسن قارة صناعية. فلازم أفريقيا تعمل جهود علشان تقضي على المشاكل دي. يعني مثلا هتعمل صناعات خضراء، تعمل تعدين مستدام. ايه موضوع التعدين المستدام ده؟ انا عارف كميه الاحتياطي اللي عندي في الارض، فهخرج المعادن من الارض بشكل متوازن، بيئه احافظ على البيئه ووفي استهلاكي واحافظ على نصيب الاجيال القادمه. يبقى التعدين المستدام تعدين بيحقق التوازن بين احتياجاتي كمجتمع واحتياجات البيئه والحفاظ على نصيب الأجيال القادمة. طيب، يبقى أفريقيا أول حاجة هتتجه للصناعة الخضراء والتعدين المستدام، هتعمل تكتلات اقتصادية بين الدول الإفريقية، هتسعى لتحويل ثقافة الشعب الإفريقي من الاستهلاك للإنتاج. بدل ما أنا عايزة أشتري وأشتري وأشتري، لا، أنتج، أفكر، أصنع. يبقى تحويل الثقافة من الإنتاج للاستهلاك، وده عشان أوفر بيها رأس مال ووفر فرص عمل للسكان كتير. هطور البنية التحتية، ده أساسي. هدرب العمال والفنيين وارفع كفاءتهم عشان تبقى عندي العمالة الفنية المدربة. فههتم بالتعليم الفني. هعمل مناطق اقتصادية زي منطقة صناعية، زي المنطقة اللي عندنا في العمرية، زي المنطقة اللي في خليج السويس، تبقى مدينة صناعية أعمل فيها صناعات كتير عشان أزود الإنتاج وأوفر فائض للتصدير. خلاص؟ تاني، آخر حاجة، جهود مصر وأفريقيا علشان تطوير ومواجهة مشكلات الصناعة. صناعة خضراء وتعدين مستدام، تكتلات اقتصادية إفريقية، تحويل الثقافة من الإنتاج للاستهلاك، ودي هتوفر فرص عمل وتوفر رؤوس أموال. هرفع كفاءة العمال والفنيين بالوسائل التكنولوجية الحديثة والتعليم الفني. هعمل مناطق اقتصادية. المناطق الاقتصادية دي عندي منها في مصر شمال غرب خليج السويس. المناطق الاقتصادية دي مهمة ليه؟ هتطور الصناعة، هتزود الإنتاج، وهتزود التصدير. المطلوب منك في الدرس ده، أنا هبعت لك على الواتساب خريطة لدول أفريقيا متوزعة دول. هتكتب على مكان كل دولة، هنزلها لك مع الفيديو، على مكان كل دولة المعدن اللي بتنتجه، ويا سلام لو كميته كمان. هتعمل لي في ورقة فلوسكاب كل دولة في أفريقيا بتشترك في معدن إيه. يعني مصر 3 معادن، مصدر طاقة، اكتبوا كله جنب مصر، غانا، غينيا، النيجر، الجزائر، وهكذا. خلاص؟ وهتحل تدريبات الدرس. هستنى لايك، شير، كومنت.